طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما أنتم شايفين واجهة البرنامج يمكن الكل عرفها، برنامج سناب شات. اليوم راح أشرح لكم عن طريقتين للتعديل على الصورة. الكل بيعرف أنه برنامج السناب شات محدد لنا خيارات الإفكت. يعني عندنا هذا الإفكت، هاي الصورة الطبيعية. طبعا هاي صورتي أنا، حلو صح؟ هذا فلتر، لما نعمل سواب على اليسار هذا فلتر، وهاي فلتر ثاني، 4 فلاتر فقط. بالإضافة أنه بتبلش تطلع عندك اللي هي عداد الكيلومتر إذا كنت مشغل طبعا الجي بي اس، كله إذا كنت مشغل الجي بي اس، عفوا. اوكي، وراح يطلع عنا اللي هو درجات الحرارة. درجة الحرارة عنا اليوم 3. أسأل الله عز وجل انه يفرجها على اخواننا الذين ينامون في العراء. طيب، وعنا فلتر الساعة. لو اجينا بدنا نحط نحن فلتر معين اللي هو هذا الفلتر، وانا حبيت احط مع هذا الفلتر مثلا فلتر الحرارة، اكيد غير متوفر في برنامج السناب شات. الآن أنا راح أعلمكم طريقة بإذن الله راح تحطوا الساعة، الكيلومتر أو الساعة أو درجة الحرارة مع الفلتر الخاص فيكم اللي أنتم بتختاروه. لو اخترنا هذا الفلتر على سبيل المثال، أضغط بإصبعي على الشاشة وأبلش أمرر. مثل ما أنتم شايفين هاي الفلاتر عم تتحرك مثل ما شفتوا. الشغلة الثانية، احنا بنعرف انه كمان هاي الفلاتر انا ممكن اعلمكم طريقة لافكتات غير محدودة. لو اجينا ضغطنا على حرف التي اللي هو التكست بالانجليزي، وكتبنا حرف اللي هو لنفترض على سبيل المثال وليكن حرف الاي، نضغط ضغطين على حرف التكست فوق حتى يصير عندنا الكتابة بالسنتر. خلينا نلون الحرف باللون اللي بدنا اياه، وليكن مثلا اللون الاخضر. تمام، ابدأ كبر بالحرف، كبر بالحرف مثل ما انتم شايفين. خلوه مستقيم كده. لاحظ اخواني، هذا المربع الصغير لو احنا كبرنا مثل ما انتم شايفين صار عندك فلتر باللون الاخضر. طبعا بتقدر تغير للون اللي انت بدك اياه. هذا ازرق، صار عندنا افكت ازرق. هذا احمر، دن، صار عندك افكت احمر. عدد الوان لا محدود. هذا كل شيء لهذا اليوم. أتمنى أن الشرح يكون عجبكم. شيروا هذا الفيديو مع أصدقائكم. وقت سعيد أتمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.